السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا يا جماعة النهاردة نعمل الطماطم المخللة في البرطمان. الله على ريحتها وطعمها، دي بقى اللي هتفتح نفسك على الدنيا كلها مش على الأكل بس. تعالي نشوف جمال الطماطم في البرطمان ازاي، وليه قلتلك تعمليها في البرطمان. يا نهار أبيض على الطبق وجماله، والطماطم وقرن الفلفل الحراق. تعالي بقى نشوف الأول الطماطم الجامدة البلح اللي هي المطولة. جبنا الطماطم غسلناها ونشفناها، بعد كده جبت بولة حطيت معلقة توم وعصرت عليها ليمون، وحطيت كمان ادي الملح، وحطيت شوية شطة كده صغنطاطين وكمون وكزبرة بالشكل ده، وقلبت الخلطة الحلوة دي كلها في بعضها. وبعد كده رحت نازلة عليهم بحوالي ربع كوباية خل، وزي كمان الخل شوية زيت عشان ننعنش الطماطم. حطينا ورق نعناع، بعد كده قرن فلفل حامي وقطعته بالشكل ده جوه الخلطة. واتفرجي بقى على الريحة والطعم. يلا قرنين كمان خلي الأكلة تبقى مشطشطة. وبعد كده ربطة بقدونس، قطعنا الورق بس فرمناه. وبعد كده بعد ما عملت الخلطة نقطع بقى الطماطم، بقطعها الأول نصين وكل نص ربعين، وبعدين مكعبات بالشكل ده. وعلى فكرة لازم الطماطم تكون جامدة، ما تكونش طرية وتنزل ميتها علشان ما تبص منك في البرطمان. حطي بقى الطماطم الجامدة الجميلة اللي بتضحكلك دي على الخلطة، ورشة السكر، هي دي السر يا سكر. رشة السكر هي اللي هتخليها تفضل مقرمشة، ما تبص ابدا ولا لا قدر الله تحمض منك. بعد كده نحطها في البرطمان، اديها رجة حلوة وتحطيها في باب التلاجة. وطول ما انت معاكي البرطمان ده نفسك هتتفتح للدنيا كلها. وسلام عليكم.